انا خايف من حالة اف ليها 4 حالات، حطهم على جنب كده لوحدهم. ان اف لازم يجي بعدها يا مضارع يا ماضي يا ماضي تاني. يعني يا بريزنت يا باست يا باست بيرفكت، ما يجيش بعدها ولا ويل ولا وود ولا وود هاد. خلي بالك فعل الشرط مضارع ماضي ماضي تاني. طيب الحالة الأولى احتمالية، حقيقة علمية، احتمالية تانية مواقف تخيلية، بتخيل تمني والله لو كنت طائر كنت طير، لو كنت عربية كنت هبقى مرسيدس. يبقى هنا تخيل. الحالة الثالثة استحالة لأن عكسها اللي حصل. والله if I had studied لو كنت ذاكرت I would have succeeded، كنت نجحت. معنى كده ان انا ما ذاكرتش فما نجحتش. الموضوع سهل خالص، ركز معايا في الفيديو وانت تفهم كل حاجة عن قاعدة اف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم دفعة تانية ثانوي 2024 في آخر يونت لينا في الترم الأول يونت 6. الجرامر بتاع يونت 6 برضو معانا طلاب زوم شغالين مع بعض عشان يبقى في تفاعل كده كأنكم انتوا حاضرين قصادي بالظبط. طب جرامر يونت 6 بيتكلم على إيه بقى يا أستاذة هدى؟ بيتكلم على قواعد اف. قواعد اف دي دي بعبع أصلا لناس كتير جدا في الإنجليش، يقول لك يا عم أنا ما بعرفش أحل حاجة على قاعدة اف. قال لي بص يا سيدي، أول حاجة أبقى أنا فاهم إن أنا عايزك تحط الحته دي كده على جنب على طول، ان اف ليها 4 قواعد. اف ليها كام قاعده يا شباب؟ 4. ابقى انا فاهم ان اف ليها 4 قواعد. معلش لازم دي تحطها في بالك كده كويس قوي 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 عشان دي هتفرق معانا كتير. ايه هم ال4 قواعد؟ والله عندي حاله اسمها حاله الزيرو الصفريه، بعد كده الفيرست كونديشنال الاولى، بعد كده السكند الثانيه، بعد كده الثالثه. يبقى مش هم 1 2 3 4، لا ده 0 1 2 3. يبقى 4 0 1 2 3، مش 1 2 3 4. ماشي. قال لي بص بقى، عايزك تحط دول على جنب كده، ان اف هيجي بعديها اذا كان في حاله الزيرو او في الحاله الاولى او في الحاله الثانيه او في الحاله الثالثه، هيجي بعد فعل الشرط. ده يبقى اللي بيجي يتحط هنا اسمه فعل ايه يا شباب؟ شرط. طب قامة وتعمل هنا وتحط هنا جواب الشرط. يعني ايه فعل وجواب؟ والله يقول لك لما تذاكر ايوه هتنجح، يبقى ده في فعل اهو. لو يبقى اف معناها لو، اذا او لو بتذاكر ايه الجواب؟ هتنجح. يبقى انا عندي فعل وعندي جواب، عندي فعل وعندي ايه؟ جواب. يبقى انا عندي فعل شرط وجواب شرط. ماشي. طب افرض اف دي جت في النص سمول كده هنا، مش هحتاج الكومه دي في حاجه وهجيب الجواب قبلها، هعكس. يبقى جواب الشرط بعد كده اف بعد كده فعل الشرط. يبقى اف دايما بعدها فعل الشرط. طيب فعل الشرط ده في الحاله الزيرو بيبقى ايه يا مستر؟ قال لي بيبقى مضارع بسيط. طيب في الحاله الاولى بيبقى مضارع بسيط. يبقى الزيرو والاولى فعل الشرط مالهم؟ مضارع. في الحاله معلش انا عايز الناس برضه كلها تبقى متفاعله معايا وفاهمه بتقول ايه، حتى لو شفت على المايك وتقول كانك بتقول قصادي بالظبط. ليه؟ لان الموضوع ده اف دي لو ما ردتش معايا هيقع منك حاجات كتير قوي. طيب الحالة الثانية ماضي بسيط. الحالة الثالثة ماضي تام. يبقى أنا عارف إن اف هنا أيا كان. بص بقى، أنت لو أنت فاهم الحتة دي تعرف تحل أي حاجة عليها، إن فيها قواعد كتير قوي. طب أعرف أحلها إزاي؟ اف هيجي بعدها يا مضارع بسيط يا ماضي بسيط يا ماضي تام، حاجة من الثلاثة دول. يعني ما ينفعش اف يجي بعدها ويل، لا. ما ينفعش اف يجي بعدها وود، يجي بعدها هي اف يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام، يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام. حلو. عارفين طبعا الفعل في المضارع البسيط، يعني مثلا لو هيبقى في المضارع البسيط مثلا يغلي، مثلا كلمة بويل او بويلز، يعني بحط لها اس. هنا نفس الكلام، بويل او ستادي او ستادز، احط اس او اس او اس. طب الماضي تبقى مثلا ستادد، حط دي او اي دي او اي دي او فعل شاذ زي سو. ماضي تام يبقى هاد ستادد تصريف ثالث، او هاد سين مثلا فعل في تصريف ثالث. يبقى ده كده التكوين بتاعهم. طبعا عارفين بنفي هنا بدونت او دازنت، هنا بنفي بديدنت، هنا بنفي بهادنت، احط نقطه عادل هاد. تبقى في مشكله في تكوينات المضارع دي. في المبني للمجهول ببدا هنا احط امز ار تصريف ثالث في المضارع، وفي الماضي ووز وير تصريف ثالث، وفي الماضي التام هاد بين تصريف ثالث. هاد بين تصريف ايه؟ تاني. يبقى انا فاهم بس ان انا عارف يعني ايه مضارع، يعني يا ساده يا زياده اس. يعني ايه ماضي؟ يا اي دي يا شاذ وتحفظيه. طيب يعني ايه ماضي تام؟ يعني هاد بي. ابقى عارف المجهول امز ار تصريف ثالث،
was were تصريف ثالث ده في الماضي، had been تصريف ثالث. يبقى انا فاهم ال الاثبات والنفي بتاعهم don't doesn't didn't hadn't. اثبات ونفي وسؤال لازم تبقى انت فاهمه. حلو ماشي. بعد اف يا سمر لازم يبقى مضارع يا ماضي يا ماضي تام. مضارع ماضي ماضي تام اقدم حاجه. في مشكله يا استاذه هدى؟ اصبر للاخر، ابقى اسال بعد ما اقول يا جماعه حد عنده سؤال. اوكي ماشي. طيب صلى على رسول الله. اللي عنده حاجه اكتبها على جنب كده، معاك كشكولك وانت بتتفرج عليا اكتب والله عشان تيجي تسالني سؤال ما تنساهوش. طيب ادي فعل الشرط. الناحيه الثانيه بنحط قامه كده وبنحط قامه كده اهو. خلاص يبقى لو جت في الاول، لو جت في النص ما احطش قامه، بحط اف سمول في النص كده وبعكس. يبقى بجيب الجواب في الاول كده كده اف لازم بعدها يا مضارع يا ماضي يا ماضي تاني. طب جواب الشرط، جواب الشرط في الزيرو بيبقى مضارع زيها. طيب في الاولى بيبقى ويل والمصدر، ويل او كان او ماي، حاجات كتير بقى. في الثانيه بيبقى بقى الماضي بتاع ويل، زي ما انت جبت هنا المضارع هنا مع ويل، هنا الماضي بتاعها وود برضو او كود او مايت، هنعرف بقى كل واحده امتى والمصدر. طيب في الثالثه بعد الفاعل والوود هاف زائد التصريف الثالث طبعا برضو او كود او مايت او الكلام ده كله. يبقى انا ابقى حافظ بس الحاجات دي، الاساس ده الاساس بتاعي. يبقى انا عندي الاربع قواعد، يبقى انا فاهم اف مضارع اف مضارع ويل، اف ماضي وود، اف هاد بي بي وود هاف بي بي، اف هاد بي بي وود هاف بي بي، سلمني واستلم، اف هاد البي بي ايوه وود هاف البي بي. ماشي كده؟ طيب ده كده. طب انا عايز انفي ويل بونت، انفي وود وودنت، وود وودنت. خلاص الموضوع سهل قوي. طيب حلو. صلى على رسول الله. نيجي نفهم بقى كده، دي اف الحاله الزيرو الصفريه، عايزها ليه؟ قال لي عشان تعبر عن حقيقه علميه او حقيقه ثابته او مواقف ليها نتيجه منطقيه. اسمع تاني، اف الحاله الصفريه بتعبر عن حقيقه علميه، اف الحاله الصفريه بتعبر عن حقيقه علميه، عاده متكرره، مواقف ليها نتيجه منطقيه. يبقى اف الحاله الصفريه بتعبر عن ثلاث حاجات: عاده متكرره، حقيقه علميه، مواقف ليها نتيجه منطقيه. واحد تعبان هرتاح، يبقى مواقف ليها نتيجه منطقيه. لما تغلي الميه هتتبخر، حقيقه علميه. فاهمين يا جماعه؟ عاده متكرره. خلاص انا اي اولويز يبقى دايما جيت اب ايرلي، بصحى بدري، فانا مش عارف دايما هعمل كده، يبقى دي اسمها عاده متكرره. يبقى ثلاث حاجات. الحاله الصفريه يبقى انت كده بقى فاهم. طيب الحاله الاولى احتماليه، يبقى حقيقه علميه احتماليه. ايه تاني هنا بقى؟ اللي هنا مواقف تخيليه. الله. هنا استحالة حدوث الفعل لأن عكسه قد حدث. طب هنا مواقف تخيلية أو تمني. تمني بتمنى والله لو كنت مكانك كنت عملت كذا. بتمنى، بتخيل، مواقف ليها مواقف تخيلية، بتخيل أو بتمنى حاجة دلوقتي. طيب انا برضو دي شرايط عريضه كده، انا لسه ما دخلناش في تفاصيل خالص، ولا هنمسك كل واحده بقى وندرسها، بس لازم يبقى عندي الاربعه دول على جنب. يبقى لازم 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 تبقى حافظ دول. طيب صلى على رسول الله. لو احنا مثلا طب احنا لو عملنا كده حذفنا ده هنا هيعمل حاجه؟ ده لسه قدامه كتير. طيب صلى على رسول الله. زيدوا النبي صلى. اف عندي منها كام حاله؟ هل اف يجي بعدها ويل؟ لا. بعدها وود؟ بعدها مفيش. هي اف يا مضارع يا ماضي يا ماضي تاني. حلو. طب اف الزيرو، الحاله الزيرو انا عاوزها عشان اعبر عن حقيقه علميه، عاده متكرره، مواقف ليها نتيجه منطقيه. طيب
اف في الحالة الأولى احتمالية، يعني احتمال حدوث الفعل. طب اف في الحالة الثانية مواقف تخيلية، بتخيل حاجة دلوقتي، بتمنى حاجة دلوقتي. طب اف في الحالة الأخيرة الثالثة استحالة حدوث الفعل، عدم إمكانية. تبقى عارفها كده اهو. يبقى اف في الحالة الصفرية بتعبر عن حياة علمية عادة متكررة، مواقف ليها نتيجة منطقية. الأولى احتمالية، والثانية تخيلية، والثالثة عدم إمكانية. وتبقى مركز معايا هنا. أول حاجة الحالة الصفرية. الحالة الصفرية يا عزيزي بتقول لي أنا ممكن أستخدم اف أو أستخدم وين. احنا اتفقنا إن الحالة الصفرية بيجي بعدها مضارع بسيط مضارع بسيط. حلو. قال لي بص ممكن تستخدم اف ووين، يبقى أنا عندي وين ممكن تحل محل اف، الحالة الصفرية. خلي بالك معايا عكس اف، يعني اللي بيقول لي اف نوت يعني عكسها unless، معناها إذا لم. معناها إيه؟ إذا لم. تعالى نمشي واحدة واحدة. when أو if، ماشي. أدي كده اسمها أداة الشرط. I feel مضارع بسيط، لأن في مضارع بسيط قلت لي يا سادة يا زيادة، يا study يا studied، يا carry يا carries. طيب if I feel tired I take some time، مش هتقول لي some time to rest. لو أنا بشعر بالتعب if I feel tired I take some time to rest. لو أنا بشعر بالتعب هاخد وقت أرتاح. دي اسمها مواقف ليها نتيجة منطقية. يعني أنا والله تعبان، إيه اللي هيحصل؟ هرتاح. خلاص. اللي بعد I take some time to rest، أنا حطيت هنا اف في النص. أعمل إيه؟ أعكس. أنا هاخد وقت أرتاح لو بشعر بالتعب، يبقى أنا مش هعمل أي حاجة. برضه فعل الشرط بعد اف. طيب لو أنا عايز أعمله سؤال هسأل ازاي في مضارع بسيط؟ بسأل بمين؟ بدو أو داز. خلاص. ازاي يعني دو أو داز؟ أقول لك إيه؟ Do you take some time to rest؟ هل هتاخد وقت ترتاح if أو when لو you feel tired؟ وممكن أعكسها أقول إيه؟ When you feel tired do you take some time to rest؟ طب لو أداة استفهام حط what. What do you do؟ هتعمل إيه؟ If you feel tired. When you feel tired what do you do؟ هي صعبة؟ ده بالسؤال. طيب الاستخدامات، انا عشان اعبر عن عادات ثابته، مواقف ليها نتيجه منطقيه، حقائق عامه وعلميه. حقيقه بتخص. طب الشاطر لو هنا بتكلم على حقيقه عامه، خلي بالك بقى عشان يلخبطك كتير قوي. لما اقول لك يا استاذه لو انت غليت الميه، لو اقول لك إيه؟ لما تغلي الميه تتبخر، دي اسمها حقيقه ايه؟ حقيقه عامه ثابته. أنا حددت عامة دي ولا خاصة؟ محددة؟ لا مش محددة، ده أنا بقول لحضرتك لما تغلي المية تتبخر. أنهي مية؟ ما حددتش. لكن لو أنا قلت if you boil this water، لو غليت المية دي، الله أنت كده قلت this يبقى أنا حددت. لو قلت غليت المية today النهاردة يبقى أنا حددت. طالما دخلنا من عام إلى تحديد إلى خاص، إذا ما أصبحتش حقيقية بقى، ده أصبحت احتمالية، بقت حالة إيه؟ أولى. يبقى أنا لازم عشان أقول إن دي حالة صفرية تبقى عامة. تبقى إيه؟ عامة. يبقى أنا بقول لك أهو when أو if we boil water، لما تغلي المية تتحول لبخار. أنهي مية؟ حددت؟ ما حددتش. لما أقول لك أهو لما المية تتغلي، ده مبني مجهول، فيرب تو بي تصريف ثالث زي ما اتفقنا. طب لما الميه تتغلي ايه اللي هيحصل؟ تتحول لبخار. قال لي في حاله المبني المجهول ممكن تشيل الاوبجكت بتاعي اللي هو بقى فاعل وتشيل الفيرب تو بي، فتقول لي اف بويلد على طول. طيب نمشي واحده واحده بقى. انا كده بتكلم على حاجه ايه؟ عامه. لكن لو كانت الحقيقه بتخص موقف معين، وقت معين، نستخدم الحاله الاولى. يبقى ركز معايا. لما اقول لك ان هي بتمطر بغزاره، لما تمطر بغزاره الشوارع هتصبح مبتله، انا حددت انهي؟ حددت؟ ما حددتش. لكن لو جيت قلت لو مطرت بغزاره تونايت يعني تونايت يعني الليله، لو قلت تونايت يبقى انت هنا حددت، فساعتها ما تقولش ستريتس بيكم بتصبح، لا سوف تصبح. طب انا ليه استخدمت الحاله الاولى اللي هي والمصدر؟ عشان انت كده حددت بكلمه ايه؟ تونايت. لما اجي اقول لك لو احنا روينا النباتات regularly بانتظام they grow well، هيكبروا بانتظام، ولكن او هينمو بانتظام. لكن لو قلت لو احنا روينا هذه النباتات، اذا انا كده
حددت، وطالما حددت بقت حالة أولى. بقت حالة إيه؟ أولى. الله ينور عليك. تيجي بقى نحل على الجزء ده، ومعانا الأستاذة شيماء ونقول ألو. يلا يا فندم. ده مضارع بسيط. I feel stressed، بشعر بتوتر. يبقى أنا هاخد راحة لو أنا بشعر بتوتر. يبقى إيه؟ هتبقى إيه؟ وممكن في الحالة الزيرو ممكن ناخد يبقى أنا ينفع بي وسي. Ice melts يا سمر، التلج بيسيح. نعم. اتفضل فندم اتفضل. الايس ميلتس اف لو الويذر تمبريتشر. ماشي شاطر. وات سبيس اف الشوكليت يا سمر از ليفت لو اتثابت في الصن. وات هابنز. حلو كده. في مشكله في ده كده؟ ملحوظات الحاله الزيرو خلصت. بالله عليكم صعبه؟ نمشي حاله حاله، لو خلصنا الاربع حالات تبقى ممتازين. في مشكله؟ نو. ماشي حلو قوي. مين؟ تقول ايه؟ حلو قوي. الحالة الأولى فيرست كونديشنال في الجملة الخبرية بقول اف. الشاطر اللي امال ايه انلس دي؟ عكس مين؟ اف. قال لي ممكن تقول لي ويل، وممكن تقول لي كان، وممكن تقول لي ماي. امال ويل يعني سوف، كان يستطيع، ماي احتمال من المحتمل. الله مش فاهم. قال لي يعني حسب معنى الجملة. يعني تعالى نمشي واحدة واحدة. هنقول بقى كانوا ماي دلوقتي. الأول اف ادي أداة الشرط. هي وركس. مين شاطر اللي؟ وانا حطيت يا بسنت هنا اس ليه؟ بسنت. عشان مضارع بسيط. عشان ده مضارع بسيط. هي مفرد. لو هو بيشتغل كويس او بيعمل بجد هي ويل باس. هو والله لو بيذاكر كويس هينجح في الامتحان. لو بيذاكر كويس هينجح في الامتحان. ده كده ايه؟ احتمال حدوث الفعل. احتمال مفيش حقيقة. he will pass هو هينجح في الامتحان if he works hard لو هو بيعمل بجد. طيب السؤال هنا بقى ممكن اعمل سؤال ازاي؟ اقول will he pass the exam؟ هل هو هينجح في الامتحان if he works hard؟ او if he works hard will he pass the exam؟ يبقى بعمل مقص في السؤال. بعمل مقص في المضارع البسيط. كنا في الحالة الزيرو بنسأل بدو او does. طب في الحالة الأولى والثانية ده لا، اعمل مقص. ماشي. اعمل مقص وحط استفهام في الاول واعمل مقص. what will happen if he works hard. طيب نخش على الملحوظات بقى. الحالة الأولى بتعبر عن مواقف قابلة للحدوث في المستقبل. يعني احتمال حدوث الفعل. احتمال ايه؟ حدوث الفعل. تعال نشوف. if I have لو أنا لدي enough money لو عندي فلوس كافية. I will buy a car هشتري عربية. I believe I will have enough money. أنا أعتقد I will have ان انا هملك فلوس فانا ان شاء الله هشتري عربيه. طيب اللي ممكن تحل محل will نحل should must might may can. قلنا اي حد عنده سؤال يكتبه وفي الاخر يساله. should must might may can كل دول ممكن يجوا مكان will في جواب الشرط. قال لي طب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ حسب يا عم. will يعني سوف. ماشي حاجه انت متاكد منها. ماشي. كان استطاعه فيها قدره فيها شيل فيها حط فيها حاجه مقدره يعني ability. حاجه مش متاكد منها اقول ماي. مش متاكد خالص اقول مايت. حاجه ضروريه اقول ماست. لنصيحه وبتاع اقول شود. يبقى حسب المعنى. بقول لك اهو if I feel hungry لو انا بشعر بالجوع في الشغل في العمل. ايوه I will have a snack. if I feel hungry at work I may have a snack. يعني احتمال اخد وجبه. if I feel hungry at work I might من الممكن. يبقى دي احتمالها اكبر من دي شويه. I feel hungry I must انا لازم. هنا بقينا في ضروره. you can't do the job مش هتعرف تعمل هذه الشغلانه. you should apologize يجب ان. يبقى انا هنا بقترح او بنصحك. يبقى انا باخد should. يبقى شاطر اللي يبقى انا بحط must او should او will او can حسب المعنى. حسب ماشي. suggestion اقتراح. advise نصيحه. apologize يعتذر. تمام؟ طيب
لا نستخدم المستقبل بعد اف مباشره. خلاص يا عم انت قلتها لي في الاول، قلت لي كده في الاول ان انا ما بحطش ايه، ما بحطش ولا ويل ولا وود ولا وود هاف بعد اف. اللي بيجي بعد اف يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام، يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام. فيقول لي سيادتك ايه؟ اف الاقي واحد يختار لي ويل فولو، اديله بالشبشب. ليه اديله بالشبشب؟ عشان احنا اتفقنا ان اف ما يجيش بعدها ويل، اف يجي بعدها يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام، يا مضارع يا ماضي يا ماضي يبقى فولو. يلا اهو اف هاخد ويل، اقول له نو 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 هاف. طيب لو قلت هنا if I feel hungry at work I can، استطيع ان انا اخد. كان هنا بتعبر عن البوسيبيليتي ولا الابيليتي؟ قدره ولا امكانيه؟ قال لي لا بتعبر عن القدره، لكن الامكانيه كنا ناخد معاها may ومايت. فاهمين؟ حلو، صلى على رسول الله. يلا نحل يا حاجه امال. يلا يا دكتور امل. يلا يا خالد اكتب اللي انت عاوزه يا خالد، الله يخليك. لا انا اللي هقول، اقعد ساكت بقى. يلا يا الاء، يلا يا امل. اف ايوه if my glass is base it will be difficult for me to drive. ها لو نضرت ايه it will، هنا في كام اهو اقول it will، دي حاله ايه؟ اولى. يبقى انت طالما انا عندك حاله اولى يبقى انا عايز مضارع بسيط. عايز ايه؟ مضارع بسيط. والله فلو ينفع اقول لو نضرتي دي جمع، لو نضرتي اتكسرت او تم كسرها فينفع تبقى معلوم هنا ومجهول، يبقى انا ممكن اقول بي وسي. طب ماي ماذر سي نوت اف، ادي في اف اهو يا استاذه هدى، وجي بعدها باس مضارع، يبقى عايز ايه قبلها يا هدى؟ مستقبل. ها امي هتبقى حزينه لو انا يبقى انا اقول ويل بي ساد ولا وونت بي ساد؟ هتبقى طبعا حزينه، يبقى اللي انا اديله بس. طيب هقول ويل بي لو انا نجحت في الامتحان، ده امك ما بتحبكش كده. انتوا ما شاء الله عليكم. امي هتبقى حزينه لو انا نجحت، كان ده يقصد لو انا فشلت، لكن امي هتبقى ايه؟ مش حزينه لو انا نجحت في الامتحان. نمبر 3 بتقول لي ايه بقى يا سيدي؟ سبيس ات ايزي اف he knows what that I have dropped. ده في سؤال يا عم الحاج. حلو، احنا قلنا كده عشان اريحك. السؤال في الحاله الزيرو دو او داز، الباقي اعمل مقص. في السؤال الحاله الزيرو دو او داز، وفي الباقي اعمل مقص. يعني الباقي اعمل مقص، يبقى بدل كنا بنقول ان احنا تاني جواب شرط هي ويل، بقت ايه؟ ويل هي. يبقى انا عندي ويل او عندي وات ويل. طيب هل هو هياخد الموضوع بسهوله لو عرف ان انا وقعت الويل، ولا ماذا سوف ياخذ الموضوع بسهوله لو وقع؟ لا، يبقى طبعا هل هو هياخد الموضوع بسهوله؟ will he take it؟ نمرة ايه؟ لتر ايه؟ حرف ايه؟ اللي بعد what will happen، هيحصل ايه لو. هنا جاب will، يبقى عايز هنا مضارع بسيط. ها الآنسة، مين هلسة الحياة دي؟ أمل. قولي أمل. ها هيحصل ايه لو العربية بتاعنا نفذت منها؟ يبقى هنا عايز مضارع، العربية مفرد. ليه؟ ما هجاب لي ويل هنا. ينفع بعد اف ويل يا حاجة؟ لا ما خدتش بالي. ها رانز. بص يا سيدي، الملحوظات مهمة جدا انك انت تفهمها. واحد بيقول لي هتستخدم المضارع البسيط، ايوه، مع الحالات اللي انا هقولها دي. هنستخدم المضارع البسيط في حالة ايه؟ في حالة 4 حاجات: امر ونهي، ليتس، امر ونهي وليتس، هاد بيتر وود راذر. اسمع، امر ونهي وليتس، هاد بيتر وود راذر، دول تاخد معاهم مضارع بسيط. تاخد معاهم مضارع ايه؟ بسيط. يبقى انا لما اشوف الجمله فيها امر او نهي، دونت ايت وجاب لي اف، يبقى عايز هنا مضارع بسيط. يبقى ايه فين المضارع البسيط هنا؟ want. طيب لو شخص ما if one of your friends اللي help him، ادي امر اهو، يبقى عايز مضارع بسيط. يبقى لو واحد من اصدقائك هذا problem، لديه مشكله، مضارع بسيط اهو. يبقى انا بستخدم المضارع البسيط مع الامر والايه؟
والنهي. 2 ما نستخدم مضارع بسيط مع ليتس، يعني لو بدأ الجمله بليتس تيك ريست، واحد يقول لي طب ليتس دي انا مش عارف احددها نوعها ايه، لا استخدم مضارع على طول بعد اف. يبقى فين هنا مضارع؟ نستخدم مضارع بسيط مع هاد بيتر. ايه ده؟ واحد يقول لي هاد بيتر يا مستر ده ماضي، لا معناها من الافضل، خلي بالك معايا. هاد بيتر ورك عايز ايه بعد اف؟ مضارع بسيط. فين مضارع بسيط؟ هو مع would rather اف. فين مضارع بسيط؟ is. يبقى انا استخدمت المضارع البسيط مع الحالات دي. ايه هي الحالات دي يا استاذ هدى؟ هتقولي كده ايه الحالات دي يا استاذ؟ يا اما امر ونهي let's would rather had better. امر ونهي let's would rather had better. had better. معايا بسنت؟ 2 هنستخدم والمصدر مع الحالات الآتية. ايه هم يا عم الحاج؟ مع would like would love would prefer، مع المضارع المستمر am is are verb ing، مع المضارع التام. مين يقول لهم تاني؟ مع مين؟ would like would love would prefer. 3 حاجات اهو، would like would love would prefer، مضارع مستمر مضارع تام. لما الاقي فعل الشرط would like او would love او would prefer او مضارع مستمر اللي هو am is are verb ing او مضارع تام اللي هو have has والتصريف الثالث، نستخدم الناحيه الثانيه will والمصدر. نستخدم ايه؟ will والمصدر. اديني مثال يا عم الحاج اهو. if you would like لو قال لي would like يبقى الناحيه الثانيه will go. she نوع تروح الناحيه الثانيه. بص if she is revising ده مضارع ايه ده؟ يبقى انا عايز برضو will او عكس will ده فيها won't. has left ده مضارع ايه ده؟ تام. الناحيه الثانيه برضو ايه؟ المفروض هنا ايه؟ will كذا. يبقى انا بستخدم will مع انهي حاله؟ يبقى انا كده زي ما اتفقنا في الحاله الاولى ملحوظاتها ان انا بستخدم المضارع البسيط من شويه كده قلناها مع الامر والنهي وليتس وهاد بيتر. امر نهي ليتس هاد بيتر would rather، صح؟ طيب بنستخدم will في جواب الشرط لو الفعل عندي مضارع بسيط او مضارع تام او would like would prefer would love would like would prefer. قال لي خلي بالك معايا بقى يا سيدي. بص يا سيدي، كلمة in case مختلفة معناها في حالة أن، وإف معناها إذا. إيه الفرق ما بينهم؟ دي بص يا سيدي بيقول لي مثلا لو الدنيا، خلي بالك معايا، لو الشرط ده ما اتحققش يقول لك إيه؟ مثلا أنا هقعد في البيت لو هي مطرت. يبقى أنا I won't stay at home مش هقعد لو هي ما مطرتش، يبقى هو ده متوقف. والله لو مطرت أنا هقعد في البيت. طب لو ما مطرتش دي اف. لو انا استخدمت ان كيز مكانها في حاله ان هي مطرت او ما مطرتش انا كده كده هقعد فين؟ في البيت. ده الفرق بينهم، ان كيز دي تحسبا انا هقعد في البيت تحسبا ان هي هتمطر، تمام. لكن اف متوقف على الفعل، حصل هعمل ما حصلش مش هعمل. ان كيز تحسبا لكده فانا كده كده هقعد في البيت اهو. I stay at home because it may rain احتمال تمطر يعني، فانا تحسبا لكده. طب يلا مين يقول لي معايا؟ فاكرين لما انا قلت لما اقول دونت جو ده كده نهي مع الامر والنهي بناخد ايه الناحيه الثانيه؟ مضارع بسيط. امر ونهي وليتس مضارع بسيط بقى. فين مضارع بسيط؟ فيل. يلا يا بسنت. if you need مضارع بسيط اهو. if you need help at any time بس هنا في قامه. يلا قال لي بص، واحد يقول لي اخد ويل، اقول له خلي بالك انا قلت لك لما تيجي تاخد ويل او وود او وود هاف بي لازم يبقى فيه ايه؟ فاعل. في فاعل اصلا؟ مفيش. يبقى الناحيه الثانيه يا امر يا نهي. لو انت احتجتني في مشكله كول مي اتصل بي. ليتس يلا يا استاذه ليتس يبقى الناحيه الثانيه جدع. ادي اف اهو. يبقى عايز مضارع بسيط يبقى طيب لو عندك صداع هاد بيتر، فاكرين؟ لا هاد بيتر مضارع بسيط يبقى هاد. يلا يا سمر مع would rather واف يبقى برضو يبقى is. طيب اف بقى لو قال لي would prefer
ماضي ايه اللي ماضيه بقى؟ will وماستر. مع would prefer would like would love قلنا بناخد ايه؟ الجواب بتاعي will. اهو لسه قايل اهو would like would prefer would love مضارع مستمر مضارع تام، يبقى الجواب بتاعي يبقى ايه؟ will. بالله عليكم فاهمين؟ يا مستر. طيب يا مستر. دي بالملحوظات بتاعتها بكل حاجه، خلي بالك. خش على الحاله الثانيه. فاكرين الحاله الثانيه بتقول اف ماضي would will مصدر. ماشي تعال نشوف يا سيدي. طيب عكس اف ايه؟ unless. ماضي يبقى trained، يبقى انا الثانيه would win. ها would win يبقى هنا trained، يبقى ماضي would ماضي. طيب في السؤال هعمل ايه برضه؟ يبقى would he win the match if he trained hard؟ would he win the match. طيب would او could او might حسب المعنى. يلا if الأداة went ماضي يبقى الناحية التانية يا would يا wouldn't. ها يا would يا wouldn't. مين يقول؟ wouldn't. ها حسب المعنى. ها would ولا wouldn't؟ بيقول هنا اهو if you went out، ها لو انت خرجت بره في الطقس ده هتتبل. هقول له مش هتتبل ولا هتتبل؟ لا would. would كنت هتتبل. يبقى هنا الاستخدامات لسه هنقولها دلوقتي اهو. would lose weight يعني ايه lose weight؟ lose weight يعني يفقد الوزن، يخس يعني. لو هي اتبعت الدايت يبقى هي هتخس لو اتبعت ماضي بسيط يبقى. اف هنا would ما ينفعش بعد اف would، احنا اتفقنا اف يا اولاد ما يجيش بعدها ولا would ولا will، عشان نبقى فاهمين اهو. خلاص يبقى هنا ماضي، يبقى فين الماضي؟ forward. يلا يا هدى ادي اف ذا كار هيت. مهمه الكلمه دي، هيت دي تمشي مضارع وتمشي ماضي، مش انا عندي هيت وكات وبوت وشات زي بعض. اعرفهم منين؟ ما هو خلي بالك تعرفها ان انت مضارع ولا ماضي. ما هو لو كار دي مفرد، لو كانت طالما دي مفرد لو هي مضارع كان هيقول لي ايه؟ هيتس. كان هحط اسم. طب هنا مش هحط ايه؟ اسم. خلاص يبقى هنا اقول ايه؟ هنا ماضي يبقى would ماضي يبقى would ماضي would happen would ايه؟ بس دي would happen مش follow ده. will ازاي ودي ماضي؟ ما احنا اتفقنا ان دي ماضي مش مضارع. لو مضارع كان هيقول لي كار هيتس، حط لها اس عشان المضارع يحط اللي في المفرد اس. يعني بص كده اهو دي ايه؟ دي ايه دي كده؟ مضارع، فهنا تقول لي will. فاهمينها؟ طيب قلت لي بقى ان انا عايز الحاله الزيرو الثانيه دي عشان تعبر لي عن ايه؟ مواقف يعني غير محتمله في الوقت الايه؟ خلي بالك عشان في ناس كتير تقول لك يا عم ده انت بتقول لي اف ماضي فيبقى هنا مواقف تخيليه في الماضي. لا ده مضارع يا ابو. ازاي يعني؟ ايوه حاجه بتمناها دلوقتي. انا ماشي دلوقتي وبقول يا لقيت واحد معاه عربيه فول if I had a car لو if I had money لو كان معايا فلوس I would buy this car كنت اشتريت العربيه دي. معنى كده ان انا now I don't have money، انا حاليا معيش فلوس فمش عارف اشتريه، فانا بتمنى بتخيل. if I were a car لو كنت عربيه I would be مرسيدس. يا لو كنت عربيه كنت هبقى عايز ابقى مرسيدس. تخيل براحتك. if I were bird لو كنت طاير I would fly كنت طرد. if I were you لو كنت مكانك I would be a doctor كنت I would see a doctor كنت اروح للدكتور. I would study كنت ذاكرت. يبقى انا مش هبقى مكانك، دي تخيلات حاليا. يبقى انا بتخيل حاجه او بتمنى حاجه في الوقت الحاضر. فاهمينها يا اولاد؟ نعم. في الحاضر والمستقبل. خلاص؟ بص بقى معايا كده. if he were taller لو هو كان طويل you would be a good basketball. انا بشاور عليه بقول والله لو ده طويل كده، لو هو طويل كان هيبقى لعيب باسكت بول. مش هتقول لي معنى كده ان هو حاليا طويل؟ لا قصير. طب السؤال بقى هي بتاخد وير ليه؟ مش انت المفروض تقول هي وز؟ ما هي وز صح برضه.
بس هو اداني وير عشان دي حاله مش مستحيله يعني مش هتحصل. فاهمين؟ if I were you لو كنت مكانك I would see a doctor. طب ليه خدت I were ما قلتش I was؟ هي was صح برضه بس قلت were عشان دي تخيل. خلاص؟ طب ممكن نستخدمها في النصيحه if I were you لو كنت مكانك I would study كنت ذاكرت، يبقى دي نصيحه. خلاص؟ طيب ركز معايا بقى ملاحظات تساعدنا على الحل. خلي بالك معايا ريد وشط وهيت وبوت وكت. فاكرين الافعال دي قلنا المضارع بتاعها زي الايه؟ زي الماضي يعني ما تتغيرش. طب اعرفها منين؟ تعرفها ان هي لو كان الفاعل بتاعها هي او شي او ات او مفرد فلازم نحط لها ايه؟ اس. يبقى انا هنا هي شط دي مضارع ولا ماضي؟ اعرفها منين؟ اقول لي والله هي ده مفرد صح؟ فلو هي مضارع كان هيقول لي شطس. امتى ما اعرفهاش خالص بقى؟ لو الفاعل هنا جمع بقى كده ما تبانش بقى هنا ما تبانش. ما هي مضارع تنفع وماضي تنفع. فهمنا؟ طب يلا دي مضارع كده ولا ماضي؟ بنحط اس لو الفاعل مفرد. لو الفاعل مفرد في المضارع بحط لها اس. يلا هنا شط مضارع ولا ماضي؟ لا ماضي لان هي مفرد. لو كان مضارع اقول هي شطس يبقى هنا ماضي، يبقى الناحيه الثانيه اخد وودنت. طيب خلي بالك معايا من الملحوظات اللي جايه دي كتير قوي. ركز معايا هتتخدع دلوقتي. ممكن يقول لي فاكرين يا جماعه ان الحاله الثانيه ماضي، الماضي بتاعها في ايه؟ حد يعرف؟ هاد. يبقى هاد دي ماضي. طيب امال هاد لو جه بعدها فعل في التصريف الثالث تبقى ماضي ايه؟ تاني. ولازم وود هاف يبقى بعدها فعل في التصريف الكام برضو؟ تاني. طب افرض بقى قلت هاد زائد اسم. هذا كار دي فعل في التصريف الثالث؟ يبقى حالة تانية ماضي بسيط. يبقى مش أي هاد تبقى ماضي تاني، لازم هاد بعدها فعل فين؟ مصدر يا سمر؟ التصريف الثالث اضربي. انت عمال تاكلي. والاخت اللي كانت في المولد فين؟ مين؟ امل؟ ماشي. واحده في المولد واحده تاكل مكرونه. يا خالد اكتب عندي هاد وتصريف هاد والاسم. يبقى هاد والاسم دي يبقى هاد والاسم هذا كاميرا. واحد يقول لي مش اي هاد تبقى ماضي تام. الله يخليك وانا لازم هاد تصريف تاني. يقول لك هذا كاميرا ماشي، لكن هذا كاميرا ده اسم ده. قال لي يبقى الناحيه الثانيه وود بورو. مش وود هاف تصريف ثالث يعني مش حاله ثالثه؟ لا دي حاله ثانيه برضه. يعني هات هنا فعل مساعد. لا اساسي يا حاج. اساسي. امتلك. لكن لو كان مساعد وبعده فعل اقول لك ايوه كده. اسمعني واكتب وفي الاخر قول لي. لا ما تخافش اكتب عشان انت هتفهم بعد ما انا وانا بشرح بقعد اعيد وازيد كل شويه. بعد ما خلاص لنفسك وصلت 100% ماشي. لكن انا لما اجي اشرح كل كلمه وحد هيوقفني يبقى انا كده لا اصبر. ولما خلاص اقول انا خلصتها وحد عنده سؤال يسالني. يبقى انا لازم ان انا اعرف ان هي ماضي تام هاد وتصريف ثالث. طب هاد واسم؟ لا. يعني لما اقول لي اي هذا كار ده فعل؟ لا يبقى ده ماضي بسيط الجمله عاديه مش ماضي تام. طيب ايه تاني؟ قال لي لو كانت برضه هاد تو المصدر ده مش ماضي تام برضه، ده ماضي بسيط برضه. يبقى هاد تو ورك اللي هو اضطر ان لو فاكرينها يبقى انا حتى وود جه. مش وود هاف تصريف ثالث لا. يبقى انا شرط عشان تبقى ماضي تام ان هاد يجي بعدها تصريف ايه؟ لكن هاد والاسم او هاد تو والمصدر ده كده كل ده فين؟ ماضي بسيط. صعبه؟ حلو كده. شفت فهمت ازاي؟ اسكت وانت تفهم. لو كان جواب الشرط would have زائد الاسم يبقى برضه دي حاله ثانيه مش ثالثه. ليه يا عم؟ ما هو انا قلت لك لازم يبقى would have تصريف ايه؟ يبقى لازم فعل ثالث. فعل مش اسم. يبقى انا لما اقول ايه؟ يبقى ثانيه. لو سما ابص كده اهو would have a prize جايزه ده ايه؟ يبقى دي مش الحاله الثالثه، دي الحاله الثانيه لسه. يبقى انا عايز الماضي بس مش هاخد الماضي التام ولا حاجه.
تمام؟ طيب خلي بالك معايا I would have to نفس الكلام يبقى سبنت ماضي. يبقى انت عايز تقول لي ايه يا مستر؟ ان هاد والاسم او هاد تو would have والاسم would have والاسم او would have to كل ده احنا بنشتغل في الحاله الكام كده؟ في الحاله الثانيه. وصلت؟ يبقى انا عشان احقق الثالثه لابد من فعل في التصريف الثالث. طيب دي بقى اللي هتوقعني، فمعلش ما حدش يسالني فيها دلوقتي غير لما نحل عليها كتير. ايه هي بقى؟ قال لي خلي بالك ان في فعل يبقى في التصريف الثالث ويبقى صفه. دي متوقفه على المعنى. ازاي؟ كلمه يكسر يعني ايه؟ بريك. الماضي منه ايه؟ بروك. التصريف الثالث بتاعه ايه؟ broken. لو جيت قلت I had broken لو جيت قلت I had a broken pen معناها ايه الجملة دي يا ولاد؟ لا، هنا broken كفعل في التصريف الثالث بس جاي هنا كصفة فمعناه مكسور. معناه ايه؟ يبقى انا معايا امتلكت قلم ايه؟ يبقى هنا بيقول لي ان ممكن التصريف الثالث ده يبقى صفر، ودي بقى قلنا تقيله شويه فعايزك تركز، ما عادش تسالني عليها دلوقتي. ماشي؟ نعم جدا 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 جدا. بص بقى if the company had لو الشركه لازم اعرفها منين يا مستر دي؟ طب هنا قلت لي عشان قلم مفرد فلازم اقول بروكن بين. طب امبلويز دي جمع، يعني لو كان اقلام لدي اقلام مكسوره هشيل بي، هشيل ادي واقول اي هاد بروكن بينز. معناها ايه بقى؟ لدي اقلام مكسوره. يبقى انا هنا بقول ايه؟ بص كده لو الشركه لديها، ده كده ماضي بسيط بس، فمش لازم يبقى لا واحد يقول لي ده فعل في تصريف ثالث، لا ما ينفعش اقول لو الشركه has motivated employees حمست موظفين، لا انا عايز اقول لو الشركه لديها motivated employees يعني موظفين متحمسين. يبقى دي كده استخدمت كايه؟ كصفه. يعني بصوا كده I have written work هتيجي بالمعنى، ماشي؟ هتيجي بالمعنى ازاي بقى؟ انا لو قلت I had written work يعني انا كتبت عمل، لا هي معناها انا لدي عمل يبقى هنا دي استخدمت كفعل كصفه. محتاجه حل كتير، محتاجه حل كتير، هي النقطه دي بس فركز فيها هي محتاجه كمعنى بس، ماشي؟ تظبط معاك كمعنى. يلا مع بعض. if she were fit لو هي كانت لائقه بدنيا، اسمها كويس، she would take part in كانت فازت في بالسباق. شاطر. دي حاله كام الاول؟ ثانيه. معنى كده ان هي لائقه بدنيا ولا مش لائقه؟ مش لائقه في الوقت الايه؟ يعني مضارع، يبقى معنى كده هي isn't fit. فهمت ليه انا بقول في الوقت الحاضر؟ اللي بعده لو انا طائر كنت عشت في يبقى لو انا كنت طائر كنت عشت. هقولها ازاي؟ ها؟ if I were. قال لي طب if هي were صح، طب افرض اداني was اقول له غلط يعني؟ يبقى were was صح. طيب I not if I had enough time لو عندي وقت كنت اتصلت بيك، يبقى would cool. هنا ماضي يبقى would cool. هو ايه ده؟ واحد بيقول لي مش هاد دي تصريف، هاد دي ماضي تام، لازم بعدها تصريف تاني. لو I had to برضه مش حالة تانية برضه، يبقى ايه؟ معلش يا جماعة، هو مين اللي في المطبخ تقريبا ده؟ فين الماركات يا جماعة الله يخليكم؟ ده حد بيطحن حاجة؟ ها؟ ده حد ما شاء الله في المطبخ بيتفرج عليا وعمال شغال. ماشي. حاضر. عشان زوم يعني مش شايفكم؟ ماشي. the police
نعم. هقول اهو البوليس اوفيسر نو ات يو لو شنطة عربيتك. بص بقى، هي دي النقطة بقى. اقرا قول لي دي حالة تانية ولا حالة تالتة؟ اهو اسمعيني بس. هاد ستولين جودز على بعض كده. هاد ستولين جودز ده ماضي تام ولا ماضي بسيط؟ هنا يوقع ناس كتير قوي. هاد ستولين جودز ده ماضي بسيط. يا عم هاد وتصريف ثالث. اقول له لا، ستولين هنا يا حبيبي جايه ادجكتيف، صفه حضرتك. فهاد ستولين جودز لديها بضائع مسروقه. يبقى ايه لو شنطه العربيه فيها بضائع مسروقه؟ يبقى ستولين هنا جت ادجكتيف، جت صفه. فهنا بقت حاله ثانيه حضرتك، مش حاله ثالثه. ودي تركه بتقع في ناس كتير قوي. فساعتها هتقول لي وود ايه ارست. شطار. تمام؟ فهمتوها؟ هتيجي بالايه؟ بالحل. الحالة الثالثة if ماضي تام would have تصريف ثالث. تاني if ماضي تام would have تصريف ثالث. طيب ممكن تبقى كود وتبقى مايت. في السؤال هعمل يلا مع بعض. تعالوا دي ازاي؟ يلا اي سبيس نايزر ادي اف اهي. had been ده ماضي تام. يبقى ايه؟ يبقى would have had. يلا اللي بعدها. لو اللبن اتغلى مش غلي، ده اتغلى، يبقى ماضي تام بس مبني يبقى had been. طب يلا would have lunch. حد يعرف؟ هتعشى واتغدى. انت كده بتفهم. لابد من وجود تصريف ثالث. اذا حاله ثانيه يبقى ماضي بس، يبقى هاد. طب لو افرض I would have had lunch، هنا تاخد هاد. يبقى دي حالة تالتة. فاهمين ازاي؟ طيب اللي بعده. لو عمرو هاد كم ماضي تاني. ايه؟ لو عمرو هاد كم فيرست طلع الاول، كان جاب عربيه، كان حصل على العربيه كهديه. معنى كده ان هو ايه؟ ما طلعش. مضارع ولا ماضي؟ ماضي، لان دي حاله ثالثه. لكن في الحاله الثانيه كنا بنستخدمها فين؟ في المضارع. هنا بقى ماضي، يبقى هو معنى كده ان هو لم يحصل على العربيه. لان احنا اتفقنا ان الحاله الثالثه استحاله حدوث الفعل. ايوه، لان عكسه قد حدث. هنا في ندم ان الحاجه دي عمرها ما حصلت، ان عكسها هي اللي حصل. معايا يا اولاد ولا لا؟ الله يصلح حالكم. شطار والله. الله يبارك لكم. الله يبارك لكم. خش على اللي بعده. ملحوظات للمتفوقين. طبعا انتم متفوقين. سامعك وانت بتقولي مش احنا، وسامع كل حاجه. لا انتوا متفوقين طبعا، شطار وما شاء الله عليكم بجد يعني. انا مبسوط بيكم. بص بقى، if بتساوي as long as، بتساوي providing او providing that او provided that. كل دول معناهم بشرط ان. شيل اف حط دول، مفيش اي مشكله. طيب يا باشا ركز معايا بقى. اهو if ملك does، ادي الحاله الاولى. if ملك كاني قلت as long as، يبقى دي if زي as long as. طيب كان في حاجات مخصصه في كل حاله. يعني عندي مثلا في الزيرو باخد when، في الاولى والثانيه هاخد should، في الثانيه لوحدها والثالثه هاخد where، في الثانيه هاخد where، وفي الثالثه هاخد had. في حاجات في كل حاله بقى، بس احنا هنتكلم كحالات عامه على بعض هم دول. طيب تعالى نمشي واحده واحده بقى. if بعدها جمله ماشي بتساوي with او by او in case of، بس دول يجي بعدها اسم او verb ing. يعني لو قلت if he works hard، اشيل if واشيل he واحط للفعل ing. يبقى in case of دي معناها في حاله ان. ايه الفرق ما بينها وبين if؟ ان ما يجيش بعدها جمله، يجي بعدها فيرب زي دي حفظ. الحاجات دي حفظ بعد اذنكم هتحفظوها. طيب عكس if ايه؟
هحط مكانها without او but for. without و but for عامله زي in case of، بس دي في حاله الاثبات، لكن but for دي في حاله الايه؟ معناها بدون، برضه يجي بعدها اسم او فيرب ان جي. يبقى مثلا قلت unless he earns enough money، لو ما بيكسبش فلوس كويس اشيل unless واشيل he، احط without ان جي. يبقى انا عايز ابقى فاهم ان in case of و without و but for بيجي بعدهم فيرب زائد اي ان جي، بس in case of في حاله الاثبات والتانيين في حاله without but for وفي حاله النفي. بس خلي بالك in case of، يعني لو قلت in case بس لا، in case بس لا، in case of. ماشي؟ طيب صلى على رسول الله. unless ماضي ممكن احط مين؟ if it will، دي هنا في الحاله الثانيه بقى. if it weren't for بيجي بعدها فيرب ان جي او noun. يعني اقول ايه؟ unless he had، ادي الماضي اهو، اشيل unless واشيل he واشيل had واقول if it weren't for، واجيب الفيرب بتاع had ده احط له ان جي، بقت ايه؟ having. دي كده شاطره زي ما سمر قالت حاله ثانيه، واللي جايه دي هتبقى حاله ثالثه. يبقى اهو if it hadn't، دي حفظ وهنحل عليها دلوقتي، ما حدش سالني عليها لو سمحت. if it hadn't been for فيرب ان جي او noun، او شيل unless he had arrived، اقول if it hadn't been for واحط الفيرب بتاع arrive ان جي، بقت arriving. طيب قال لي بص في الحاله الاولى ممكن احط شد فاعل مصدر. يعني انا كنت بقول if he has، مش ده مضارع حاله اولى؟ قال لي بص ممكن اشيل if واحط مكانها مين؟ شد. نزل هي زي ما هي، بس شد تجيب المصدر، ما ينفعش اقول هاز بقى، اقول ايه؟ هاف. يعني كاني قلت لحضرتك اهو if she studies، حاله اولى اهي، وكملت الجمله الثانيه. يلا هحط شد مكان if، هقول شد she study، مصدر. فهمتوها دي؟ دي في الحاله الكام؟ طيب في الحاله الثانيه ممكن اشيل اف واحط مكانها وير، بعديها فاعل تو المصدر او الاسم. اديني مثال اهو if you found، ده كده في الماضي صح؟ قال لي ممكن اشيل اف واحط مكانها، ممكن اشيل اف واحط مكانها وير واقول يو زي ما هي، بس كنت مع شد بتجيب المصدر. قال لي مع وير هتقول تو والمصدر. اديني مثال على بتاع study ده اهو if she studied، مين اللي يحلها لي؟ هشيل اف واحط مين؟ وير she، وما انا قايل to study. الحاجات دي حفظ، الحاجات دي حفظ. خلاص؟ يبقى مع شد مصدر، لكن مع وير تو المصدر. طيب او الاسم على طول، يعني افرض كان تولر مثلا if I were taller، ده مش مصدر عادي، يبقى were I taller، مش هقول تو طبعا، تو لو في مصدر. طيب عندي هاد كفعل اساسي، اعمل مقص على طول. if I had a car، شيل if had I car، بس هنا كفعل اساسي. طيب كحاله ثالثه برضه هتشيلها وتعمل مقص، هتقول ايه؟ if he had finished يبقى had he finished the car. طيب يبقى ممكن هاد تحل محل اف في الحاله الكام والكام؟ الثانيه والثالثه. اعملهم ايه؟ ناقص. تعالى ورينا نحل ازاي الكلام ده. بص يا قلبي، يلا قلبي، يبقى احنا قلنا هنا ايه؟ وزود دي مش يبقى احنا قلنا هنا وزود ايه؟ مش هتنفع. هنبدا من اول هنا وخلاص. يلا بقى. طيب فبيقول لي هنا ايه؟ نجيب از لونج از. يبقى احنا خدنا از لونج از عشان خاطر ايه؟ بتحل محل مين؟ اف. طبعا دي مش هتنفع برضه. طيب نمبر 2 بيقول لي سبيس هارد ورك، العمل الجاد. شي كان، اولا هنا يبقى دي حاله ايه الاول؟ اولى. طيب عمل ورك ده، دي جمله، دي جمله يا جماعه. بقول لك العمل الجاد، دي جمله؟ ده اسم. يعني انا ما ينفعش از لونج از لان عايزه جمله كامله، صح؟ يبقى عندي بالعمل الجاد دي تنفع عشان بيجي بعدها اسم، ودي معناها بدون برضه تنفع عشان بيجي بعدها اسم او فيرب ان جي. دي ما ينفعش عشان بتساوي اف، عكس اف سوري، بيجي بعدها جمله كامله. يبقى بالعمل الجاد هتحقق هدفها ولا بدون العمل الجاد هتحقق هدفها؟ طبعا بالعمل الجاد. اللي بعده سبيس شي وركس هارد، دي جمله كامله. حلو، جمله كامله، يبقى انا هستبعد مين ومين؟ with وwithout. طب يلا بالعمل الجاد مش هتحقق هدفها،
يبقى لو هي ما اشتغلتش يبقى ان. عشان جمله ثانيه اوعى تجيبوا نفي بعد unless. الانلس الجمله الثانيه تبقى منفيه مفيش مشكله او مثبته، لكن ما ينفعش unless انفي وبعد كده انفي في نفس جملتها. يعني ما ينفعش unless she doesn't work، ما ينفعش. طيب بالعمل الجاد، ها، ولا عايز دي ولا عاوز دي، يا بي يا بدون. يبقى بالعمل الجاد، يبقى بدون العمل الجاد مش هتحقق هدفها، يبقى بدون. صعبه يا جماعه؟ كده يبقى احنا خلصنا كل قواعد اف بدون العمل الجاد. كده يبقى انا كده ايه، خلصنا كل قواعد اف. تعالى بقى نحل شويه جنرال كده. يلا يا حبايبي، بيقول لي ايه يا سيدي؟ بالدور ولا ايه يا مستر؟ بالدور، ماشي. ها، بيقول لي هنا if you freeze water. يلا يا سمر، اللي دي بس، اللي دي لو انت جمدت الميه. حالة صفرية هتبقى it becomes. لو جمدت الميه هنا يجمد، دي حاله ايه؟ حاله صفريه وادي مضارع، يبقى الناحيه الثانيه مضارع زيها، صح؟ ات دي مفرد يبقى ايه؟ becomes. صح. اللي بعده حسن has worked ده مضارع تام. مين اللي يحلها لي؟ هدى. يلا يا هدى. حسن has worked hard for the test. I will be surprised. ادي will والمصدر، يبقى دي حاله ايه؟ اولى. ابص بقى لما يكون will بعد if عايز ايه؟ احنا كده احنا حاطين حاجه في دماغنا ان احنا بنقول ان دايما بعد if يا مضارع يا ماضي يا ماضي تام. ها، مضارع بسيط يا سمر يا هدى. هدى ما دخلتش لسه، ماشي. يلا يا امل. دي بي يا بنتي، انا عايز، ما هو ده ويل مع ويل ناخد ايه الناحيه الثانيه؟ مضارع بسيط، يبقى ايه؟ منفي بدونت ودازنت. يا شيماء، تعرفي تقولي لي هاد سترونج ويل، لديه رغبه قويه، دي حاله كام؟ دي حالة ثالثه، صح؟ عشان فيها هاد. عشان فيها لا بس هات مش وراها. استنى ثانية. حاله ثانيه. ليه حاله ثانيه بقى؟ لان لازم هاد يجي بعدها تصريف ثالث، يبقى هنا would. يلا مش مهم. لو الميه، لو انت if you pour oil، لو صبيت الزيت على الميه ايه اللي هيحصل له يا هيطفو. سمر؟ ها، هيطفو، يبقى مفرد، صح؟ floods. يلا بسنت. if she ايه الناحيه الثانيه would، وتعرف تقولي لي would have a lot of money، ده حاله كام؟ عشان تبقى ثالثه لازم يبقى فيه فعل. ماني ده فعل؟ لا ثانيه، يبقى عايز ماضي. ها، ثانيه. ها، ثانيه يبقى عايز ماضي بسيط. ثانيه ماضي، مضارع ماضي تاني، يبقى اتربط. لو التلج نوت اتملتس بيسيح، لو التلج ايه؟ ها، عشان هنا ممكن نحذف المبني المجهول لو التلج، ها، عايز اقول لو التلج اتسخن، صح؟ يبقى ما ينفعش اقول لو التلج، ها، ما ينفعش اقول لو التلج هيت، لا اقول هيتس. لو يسخن، لو از هيتد اتسخن. طب التلج حتى كده التلج مش هيسخن، التلج از هيتد بيتسخن، يبقى مبني للايه؟ للمجهول. نريح بس شويتين. يا مستر، مش احنا في المبني للمجهول كنا ممكن نحذفه الاس ديت وناخدوها على طول بس لو مفيش ايس. لو مفيش
يعني ممكن تقولي كده if heated، انت صح لو قلت if heated والناحيه الثانيه بدل it قلت ice melts. ماشي. تقول ايه؟ اه I wish. I wish بيجي بعدها ايه؟ ماضي. I wish ماضي. I wish space the food. طب ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ بص بقى، لو جملة ما بتدلش على الماضي يبقى انا هاخد ماضي بسيط، لو في حاجة بتدل على الماضي يبقى انا هاخد الماضي اللي اقدم اللي هو الماضي الايه؟ التام. يبقى انا هقولها ايه بقى هنا؟ hadn't eaten. يبقى تاني احفظها بقى، قاعدة I wish و I would rather بيجي بعدها فعل، يبقى لازم يجي بعدها ايه الأول؟ يا ماضي يا ماضي. لو في كلمة دالة على الماضي يبقى أنا أختار التاني، لو ما فيش يبقى أنا أختار الإيه؟ البسيط. ماشي كده؟ طيب having ده إيه الأول؟ فيرب I. يبقى انا استبعد حاجتين، استبعد اف. عندي بقى دي اثبات ودي نفي. في حاله عندك وقت فراغ يلا نشرب قهوه سوا، بدون وقت فراغ يلا نشرب وقت سوا، بدون وقت فراغ يلا نشرب قهوه سوا. انكزوا في حاله ان انت عندك وقت. معناها في حاله ان if the company proposed a good salary، يعني ايه؟ والله اعرضت مرتب كويس. ماشي. space the job، هل هتقبل الوظيفة؟ حالة كام دي؟ ده ايه ده؟ ماضي. ماضي ده يبقى حالة ايه؟ حالة تانية. يبقى انا هعمل مقص في الحالة التانية، فاكرين في السؤال عن المقص؟ يبقى طب لو قلت would you have accepted يبقى ده كده حالة كام؟ would have you accepted حالة. لكن هنا would you accept. طيب اللي بعده would have، بس خليك معايا بقى يا هدى، to والمصدر. هي هدى ليه مش مشغلة المايك؟ ما تحاولوا يا جماعة تكلموها. كلمي هدى يا سمر. معلقة المايك خالص مش شغال. شيلها وكلميها كده. هي كده مش سامعيني، خلي بالك. يلا لو هو نقط would have ده حالة تانية برضو، لأن شرط إن يبقى فيه فعل في تصريف التالت يبقى سند. طب لو هو نقط هيحضر الحفلة، لو هو دعا ولا ادعى؟ مبني مجهول. اللي بيحكم معايا دايما ان انت تبقى فاهم المعنى، لازم تبقى فاهم انجليزي مش حفظ. مش لو هو دعا، لو هو ادعى. طب هو احنا نقعد في البيت لو it hadn't rained ما مطرتش، يبقى احنا ده ماضي تام، يبقى حالة كام؟ حالة تانية. يبقى الناحية التانية عايز would have تصريف او wouldn't have تصريف تالت. يبقى هنقول ايه هنا؟ لو هي ما مطرتش هنقعد في البيت؟ هي ما مطرتش. طب يلا wouldn't have been حالة كام؟ الحل الكتير اللي هيظبط لي الكلام بقى حالة تالتة، يبقى عايز ماضي تام. ان هو اتأخر اهو، لذلك او لا يبقى لو هو ما كانش اتأخر فانا ما كنتش ايه؟ هتأخر. معنى كده ان القطر ما وصلش بدري خلاص، لذلك انا ايه؟ اتأخرت. فاهمين؟ I wish. اتفقنا ان احنا قلنا I wish بعدها فعل فين؟ في الماضي، يا ماضي بسيط تاني، يا ماضي بسيط يا ماضي تاني. طب اخد مين؟ ابص بقى والله حضرتك في كلمة بتدل على الماضي ولا مفيش؟ يبقى ماضي تاني. يبقى ايه؟ طيب لو احمد هاد ريد ده ماضي تاني، يبقى الناحية التانية ايه؟
ماضي تام would have تصريف تام. طب يلا I wish في كلمة بتدل على الماضي؟ لا ده في المستقبل، يبقى أنا هختار ساعتها الإيه؟ خلي بالك معايا بقى. هنا مستقبل، هنا مش ماضي. لو كان مفيش حاجة بتدل، لو كانت الجملة بتدل على المضارع ساعتها كنت هختار ماضي بسيط. لو في كلمة بتدل على الماضي هختار الماضي التام، هختار ماضي إيه؟ التام. طيب هنا بقى مستقبل، يبقى ساعتها هقول I would visit. I would إيه؟ visit. طب ليه بقى؟ مش أنا عايز الماضي؟ طب الماضي بتاع will إيه؟ would. خلاص؟ طيب. He been careful he wouldn't have had. حدد لي نوع الحالة دي كام؟ would have had. would have had حالة ثالثة. حالة ثالثة مش عايز بات فور عشان بيجي بعدها ing صح؟ طيب لا مش مبني المجهول. هنا بقى الحالة اللي احنا كنا بنقولها فوق. الأول ينفع تقولي هيف؟ ينفع تقولي اف؟ ينفع تقول لي اف او انلس؟ قال لي بص لو قلت الاثنين دول لازم تقول لي هي هاد بعد كده بين، عشان تبقى احنا قلنا اتفقنا ان الاثنين دول بيجي بعدهم جمله كامله اللي هو الماضي التام هاد وتصريف تام. طيب دي بقى اسمعوني بس، هنا ما ينفعش اف وما ينفعش انلس عشان ما فيش هاد. امال مين اللي يحل المحل ده؟ ان انا اخد هاد وساعتها انا قلت لك اعملي مقص. لو انت فاكره تعالي نطلع فوق كده شويه اهو، ان هاد ممكن تحل محل اف في الحاله الكام والكام؟ واحنا ساعتها بنعمل ايه؟ مقص اهو، شال اف وعمل مقص، هي هاد بقت هادي فينش. فهمتوها؟ طيب الجزء ده محتاج خلي بالكم قاعده اف لو ما ذاكرتش هتنسوها، انسوا. يلا هي رن الاول مين الجدع يقول لي would have caught دي حاله كام؟ ثالثه. شطار. يلا المفروض اخد مين؟ لا وير دي في الحاله الثانيه وشد دي في الحاله الاولى. طب اف ما تنفعش عشان لازم يبقى هنا في هاد، شالها وطلعها بره بقت ايه؟ هاد. فهمتوها؟ طيب هي اكار would give دي حاله كام؟ ايه اللي بيحل في الثانيه؟ لسه قايلها فوق، دي اولى ودي ثانيه وثالثه ودي ثانيه، يبقى وير الفاعل الاسم، لو في مصدر يبقى تقول مصدر. طب working hard ينفع اف؟ ينفع اف؟ ينفع unless؟ ينفع as long as؟ دول لازم يجي عليهم جمله كامله، يبقى انا مش هاخد غير مين؟ without. طيب if the money I had لو الفلوس اللي انا امتلكها not enough I would have ده حاله كام كده؟ ثالثه. would have تصريف ثالث، يبقى عايز تصريف ثالث. if the money I had been enough لو الفلوس اللي انا امتلكها كانت كافيه I would have rented a better ايه؟ a better flat يعني شقه جديده. طب كده الحمد لله احنا خلصنا كل حاجه على حاله اف. طيب سيادتك بقى هتحفظي لي بقى كلمات lesson 1 و lesson 2.